واحد اليوتيوبر طلع دار لايف عليا انا، دار لايف عليا وبدا كيتكلم عليا بواحد الطريقه وقحه وبدا كيشوف شي الاسرار ديالي. باينه شي واحد من المقرمين ديالي عطاه المعلومات عليا، وكنت فاجئ في هذاك المباشر اللي داروا عليا. قال ردني مع العصابه غير حيتاش دافعت على الصديق ديالي، حتى هو معاهم حتى هو هادي. كنت فاجئ بان الام طلعت في ذاك المباشر اللي تكلموا عليه، طلعت في المباشر وقالت انها كتعاتبني وهذه يعني دوروني داروا لي. والناس في التعاليق بيان سور ما نعاودش لك السبان والمعيور. انا اي واحد في بلاصتي غيبقى فيه الحال. 15 سنه ديال وانا كنعاونه وهذه، في الاخر وليت انا اللي خايب وانا اللي ما مزيانش، والام كتعاتبني، كتهضر مع واحد الناس اللي ما شافش وجههم وما كتعرفهمش وكتكلم عليا بهذيك الطريقه اللي انا اصلا خصها تدافع عليا انا بخصوص بائعة النعناع. انا الصراحه استغربت من التصريحات الجديده ديالها، حيت هاد التصريحات اللي عطات عكس التصريحات اللي عطات في 2007 ما عندها حتى شي علاقه. علاش؟ حيت في 2007 فاش سمعوا لها الدرك قالت لهم راه كنت غادا باش نجيب الحطب وشمات ريحه وبقات تابعه هذيك الريحه حتى لقات رجل ديال جثه خارجه من تحت الاغصان. هي غير شافت هذاك المنظر، يعني ما قرباتش لا، شافت هذاك المنظر مشات هربات، مشات عند العساس ولا لاجون سيكوريتي ديال شي ريزيدونس، قالتها ليه، هو اللي عيط للدرك. ملي جاو الدرك داروا المعاينه ديال الجثه، نفس الوصف اللي عطات بائعة النعناع هو نفس داكشي اللي ذكروا الدرك في المعاينه، يعني جثه تحت الاغصان. كما نفس التصريحات ديال بائعة النعناع في 2007 هي نفس الكلام اللي كاين في المحضر ديال المعاينه ديال 2000 ديال الدرك الملكي. يعني الدرك الملكي فاش مشاو لمكان الجثه لقاو الجثه تحت اغصان وخارج رجلين خارجين من، كيبان بحال رجلين خارجين من تحت الاغصان. يعني ولكن دابا هي قالت الجثه مغطيه بصاك خضر، ما قالتش تحت الاغصان، وقالت شافت راس منفصل، ما قالتش شافت الرجل. يعني كاين واحد ما نقدرش نقول تضارب في الاقوال، ولكن نخلي الناس هما اللي يستنتجوا. انا ما انت شنو كتقول على التصريحات ديالها؟ انا صراحه بانوا لي التصريحات اش غادي نقول لك، كاين شي حاجه، كاين شي لغز تما. انا كنت درت واحد الملاحظه، هو انه مشاو كان شي واحد الاذاعه، واحد القناه، كانوا مشاو كيقلبوا عليها قبل الجلسه، مشاو كيقلبوا عليها وخداو تصريحات من عند شي مراه قالت لهم راه تلقات جثه فيها الماء قاطع في الوجه. يعني هاد الفيديو هذا اللي خرج قبل الجلسه، زائد تصريحات ديال مولات النعناع اللي قالت انها شافت جثه، شافت الراس منفصل وجثه ملويه على صاك، عكس التصريحات ديالها نيت هي في 2007 اللي قالت شافت غير الرجل تحت الاغصان وهربات. يعني هنا كاين شي حاجه ماشي هذه. انت كصديق الثاني كاين جوج واحد الروايات اللي كتكلم على الاوفردوز، كتكلم على هادشي. انت كصديق الثاني كيفاش تقدر تقول لنا على هذه ولا الروايات اللي كيتكلموا عليها كاع الناس بانه ما بالنسبه لي انا الاوفردوز هي اقرب حاجه للحقيقه. علاش؟ حيتاش ما كاينش العنف بتاتا، الجثه ما فيهاش العنف كما قال الطبيبه، ما كاينش اختراق ديال الاله حاده في الاماكن كيتسموا لي زون مورتيل، يعني الصدر لو تورس الكرش والراس، هادو هما البلايص اللي ضربه واحده تقدر تموت. نفات هي العنف، الراس ما فيهش العنف، الصدر ما فيهش اله حاده اخترقت القفص الصدري، وحتى في الكرش ما كاينش شي اله حاده واخا تحلات، ولكن راه الطبيبه كتقدر تعرف هادشي. واخا الجثه متحلله راه غادي يبانوا ليها اثار ديال الاله حاده، ولا غيبانوا ليها الا كان شي ضرب مثلا، كيبقى واحد البلايص مجموعين فيهم الدم، بقى واحد الزروقيه. الطبيبه قالت ما كاينش العنف، هذه اول حاجه. السياره داروا عليها الخبره ما لقاوش فيها الدم، هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه ما كاينش الدافع ديال القتل، السبب ديال القتل. هادو اللي كيقولوا تقتل، عطيونا السبب القتل، حنا ما بغيناكم لا تعطيونا الجثه لا اداه الجريمه لا والو، عطيونا السبب. شنو هو السبب؟ ما كاينش. في اي جريمه قتل في العالم كيكون عندها سبب. بالنسبه لهاد المدة هذه
كيفاش كتشوف هذا الاعتقال ديالهم؟ كيفاش كتشوف واش هما فعلا يستحقوا هذا الاعتقال هذه المده هذه؟ انا من هذا المنبر كنبغي نحيي المعتقل اللي اعترف 2019، حيت كون ما اعترفش ما كانش غيتعتقل. حيت كما كتعرفوا ما عرفتش الناس عارفينها، الفرقه الوطنيه كانوا واجهوا المعتقلين بالخبره على الهواتف. قالوا لهم حيت هما عيطوا غير الواحد هو الاول، المعتقل الاول جابوه واجهوه بالخبره، قالوا ليه انت كنتي في هذا النهار، كنتي في هذه البلاصه، شويه مشيتي لهذه البلاصه. هو يعترف، هو اللي اعترف، ملي اعترف اعتقلوه. يعني راه شجاعه منه انه يعترف وتعتقل بسبب الاعتراف ديالو. انا كتجيني انه 4 سنين ديال السجن الاحتياطي كتجيني مده طويله. كيف كان في الاعتراف ديالو بالضبط؟ الاعتراف ديالو قال لهم باللي راه الصباح تلاقى هو والمرحوم ومشاو تلاقاو في محمديه في الثانويه، وقالوا غادي يجيو لكازا باش ياخذوا الاقراص المهلوسه. كانوا عيطوا لواحد السيد صاحبهم، تلاقاو معاه، من بعد عاد تلاقاو مع شي واحد اخر ومشاو كاملين عند هذاك البائع المخدرات، خداو كل واحد خدا داكشي ديالو. ومن بعد رجع المرحوم والمعتقل رجعوا بجوج للمحمديه، ما رجعوش معاهم هذوك اللي تلاقاو معاهم، يعني رجعوا غير بجوج. ملي رجعوا كل واحد مشى لدارهم يتغدى، وتلاقاو عاوتاني مع الجوج. المرحوم ما تلاقاش مع هذاك المعتقل اللي كان معاه الصباح، لا تلاقى مع واحد اخر. تلاقى معاه قال لي صافي، قال لي بلا ما تدخل تقرا وهذه، قال لي يلا نمشيو نشطوا شويه وهذه. قال لي واخا. صافي ملي خرجوا عاد تلاقاو مع احد المعتقلين، ركبوا في السياره. ديك الساعه كانوا 3، كان المرحوم زائد المعتقل اللي مشى معاه الصباح لكازا، وزائد القاصر اللي بطل داك الكور ديال اللي ما دخلش يقرا. مشاو ب3، مشاو للمرجان، خداو دي بيير، ومن وراها مشاو للبحر، بقاو تما كياخذوا لي بيير شويه، خداو هذوك الحبوب. عادوا التحق بهم المعتقل الثاني، عادوا التحق بهم، ما كانش معاهم في الاول. التحق بهم عادوا ولاو 4 في السياره. ديك الساعه هما كانوا في البحر ب4، وكانوا اصدقاء اخرين ديال المدرسه، حيت خصكم تعرفوا باللي الثانويه قدامها البحر، والدراري في الثانويه كيهبطوا في شي ساعه خويه كيهبطوا للبحر. دونك هما راه كانوا مجموعين. الشهاده ديالك كيشكوا فيها مجموعه من الناس، كتابع انت كيهاجموك ما كتدخلش هنا، كيقول لك الشهاده ديالك كيهاجموني الناس، كيسبوني ماشي بحال زعما انك ما شتيش بالحق. واش سمعوا الشهاده ديالي في القاعه؟ حنا كنسولوا دابا باش ايوا راه هذا هو المشكل. الناس هو انك يعني في الاول يعني كنتي قريب من العائله الثاني ديالي، يعني في واحد اللحظه يعني بحال انعزلتي عليهم، يعني هادشي اللي كيقولوا لنا. شنو تفسر هذا؟ انا بالفعل كنت من المساندين ديال من اوائل المساندين كاع ديال الام، وعمري ما تخليت عليها لمده 15 سنه. ما كاينش شي شهر كيدوز بلا ما نتصل بها ونسول فيها واخا الظروف وهذه. وكنت ديما كنفكر فيها، وفي الفوتو بروفيل راه ديما كندير الفوتو بروفيل ديال تامي. وفي اي انيفرسير كنتفكروا شهر 10، انا عارف الوزيد في شهر 10، ديما كيوصل شهر 10 كنتفكر العيد الميلاد ديالو، وكنعيط للام وكنقول لها راه عاقل على العيد الميلاد، راه هذه وهذه. يعني كنحاول نواسيها، واخا انا حيت انا في الطبع ديالي شويه ما كنبغيش نبقى ندخل في خصوصيات ديال الناس، كنبغيش نبقى نسولها بزاف، زعما نبقى نفكرها في داكشي اللي غيألمها. يعني المهم شنو وقع، علاش القرار؟ شنو وقع هو انها هما كاينين بزاف الاسباب صراحه. السبب الاول هو انهم كانوا باغيين يقحموا واحد الصديق ديالي في القضيه، هو ما دير والو. كان واحد الشخص اللي مقرب من الام، اللي هو اللي كيتكلم بالاسم ديالها في الاعلام، في خارجه الاعلاميه. ما عمرنا ما شفنا حتى وجهه. هذا هو المصيبه. هو
كيتهم في المؤسسات ويتهم في الطبيبه ويتهم في المحامول يتهم في القضاء، وحنا عمرنا ما شفنا وجهه. ورينا وجهك بعدا، وديك الساعه بدا طعن، ديك الساعه طعن مع راسك انت، ما شفناش وجهك كطعن في عباد الله. نسالي غير السؤال. هذا الشخص هذا اللي تكلمت عليه، كان واحد المره طلع في واحد المباشر وبدا كيتكلم على هذا الصديق هذا ديالي، كنسمعوه كيتكلم عليه على انه من العصابه وانه متورط، وانا هذا الصديق كنعرفو مزيان. بحكم انني عندي واحد الباج فيسبوك كنت صوبتها في 2009 على قبل المرحوم، باش نبقى نتفكروا ديما وباش ندخل صحابو هادي يبقاو يتفكروا ونبقاو نبارطاجيو اي حاجه ديال التهامين نبارطاجيوها في ذاك الجروب. واحد المره شفت واحد دار واحد المنشور في ذاك الجروب عندي، قال فيه بانه راه ظهر واحد الشخص جديد وانه متورط والاسم ديالو اكس، هو هذا الشخص الصديق ديالي، وتكلم عليه بواحد الطريقه على انه متورط وانه المهم بزاف ديال التهم، وانه هو اللي برأ الدراري في 2007 ملي شهد بالزور، المهم شي تهم خطيره. انا ملي سمعت هذاك الشيء بيان سور انا جاوبته وقلت له خويا هاد الهضره اللي كتقول راه ما كايناش، هاد السيد اللي كتهضر عليه راه كنعرفو، وهاد الشيء اللي كتقول راه ما كاينش، والام راه تاكد لك هاد الشيء، حيت الام راه عارفه.